صباحكم نور، كيف نتوما لاباس عليكم؟ كيف راني مزيانين؟ اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الوصفه ديال البريوش بالليمون اولا بالسيترون اولا بالحامض. مسميات كثيره كل واحد شنو كيقولوا. المهم وصفه سهله تنفعكم ان شاء الله في الفطور مع وليداتكم والدراسه. غنبداو ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه شوفوا الخفه ديالو كيفاش كيجي، صراحه رائع. ما تردوش انكم تجربوه. نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي في واحد البول غادي نعمل نص كاس السكر. الزيت غادي تعملو فوق 4 كاس ديال الزيت، واحد بيضة كبيرة وواحد بيض بيضة. إلا عندكم بيضة صغيرة اعملوا بجوج، ممكن تعملوا بيض، تعملوا بيضة وصفر بيضة. أنا خليت صفر باش ندهن به الوجه ديال البريوش ما يضيعليش. المهم غادي نضيف شوية د الملح، فاني غبرة، اللي ما عندهاش تعمل فاني سكر. تعملوا كمية مزيانة باش يجي البريوش ديالكم منسل. ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز حبيبات، و القشرة ديال الليمونة محكوكة. وغادي نعمل شوية، نقولوا تقريبا واحد معلقة كبيرة أولا جوج ديال عصير ديال الليمون يعني الحامض. وغادي نضيف ربع لتر ديال الحليب. أنا هنا عملت كمية يعني نص قياس، نورمالمون خاص نص لتر د الحليب و3 د البيضات وانتوما ماشيين. صافي غادي نضيف واحد الكاس ديال الطحين وغادي نخلط كلشي. بالنسبه للسكر ممكن تعملوا حتى كاس الا ربع حسب الذوق، انا عملت غير نص كاس باش ما يجينيش يحلو بزاف. نتوما عملوا حسب الذوق ديالكم اللي بغيتو. صافي غادي نخلط هذا الخليط مزيان وغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه جانبا حتى يخمر مزيان، يعني واحد نص ساعه وهذا كيبان لنا ضاعف الحجم ديالو. عاد غادي نرجع باش نكمل. هنا غندوز نوجد الكريمه، كاس ونص د الحليب، صفار د البيضة، واحد معلقة كبيرة ديال كريم باتيسير، والسكر معلقة ونص جوج معالق حسب الرغبة ديالكم. خلطوا كلشي مع بعضياتو، عملوه فوق النار حتى كيتقل. غادي نضيفو معلقة ديال الزبدة ملي كنحيدوه من البوطون ونغطيوه ونخليوه يبرد تماما. المقادير ديالو ساهلة ودغيا كيوجد، يعني معروفة الطريقة ديال الكريمة. وما تنساوش الحكة ديال القشور ديال الليمون والعصير د الليمون، يعني واحد 4 كاس ديال عصير الليمون والقشور ديال الليمون محكوكين. صافي نغطيها ونخليها تبرد تماما. عاد كندوز نكمل البريوش ديالي. هنا فاش كيخمر لي هذاك الخليط كنضيف شويه ديال الطحين والخميره ديال الحلوى وكنخلط. هنا غنبقى نضيف الدقيق شويش بشويش حسب شحال غادي يوز لكم. ضروري الدقيق يكون مغربل ويكون خاص بالحلويات باش كيعطيكم بريوش مزيان. بالنسبه للعجين خصها تبقى خفيفه ما تكونش ثقيله. هذا سر ديال البريوش، الخميره وطريقه التخمير وكذلك التكستور ديالو خصو يبقى خفيف. انا هنايا هزت لي 350 غرام ديال الطحين، 350 غرام ديال الطحين من غير هذاك الكاس الاولاني اللي عملت مع الخليط. هنا كنبقى نجمعو بحال هكا بحال اللي كنخدمو بيدي. وغادي نضيف الزبده بحرارة المطبخ. عندي هنايا 35 غرام، نقولوا معلقه كبيره عامره ديال الزبده ماشي مذوبه، غير هكذاك بحرارة المطبخ. كنبقى ندخل الزبده عندما كتشوفوا كنخدم غير بهكذا برؤوس الأصابع هذاك العجين. ومن بعد غادي نغطيه ونخليه عاوتاني يخمر جانبا. نتوما كتشوفوا العجين كيتلصق في اليدين، هذا باش يجيكم بريوش خفيف ومزيان. غنخليه جانبا. من بعد ملي يخمر وضاعف الحجم ديالو عاد نرجع عاوتاني نخوي شويش هذاك الهواء اللي فيه. بالنسبه لي انا زربت عليه شويش، نتوما خليوه يخمر مزيان. انا عملته بالليل فكنت خصني دغيا نزرب باش نعمل لوليدات نمشي للناس. صافي هنايا كندهنو شويش يدنا بالزيت وكنعملو كويرات القياس ديالهم 50 غرام. ما تفوتوش 50 غرام باش ما يجيوش كبارين. بغيتو المهم 45 50 غرام. غنبقى نعمل كويرات وكنزلهم في لاطه د الفران فيها كاريط ديال الفران طبعا، وكنزلهم باعدين على بعضياتهم لانه باقي غيطيبو غيطلعو غادي يخمرو. غادي نكمل الكويرات ديالي كاملين. كيف ما قلت لكم أنا عملت غير نص كمية ديال العجين، خرجت لي شي 20 حبة. بغيتو تعملوا الكيلو ديال الدقيق كامل غادي تعملوه، يعني غادي يخرج لكم كثر. أنا ما بغيتش يبقى لي بزاف، كيعجبني نخدم نعمل شويش عاوتاني يتسالو عاوتاني نعاود. هنايا فاش كنعمل الكويرات ديالي كاملين كنشبر واحد الكاس كندهن القاع ديالو بالزيت. إلا بغيتو تعملوا هاد الطريقة هادي وتعملوا الحفيرات، أنا جربت وحدة وصراحة بيدي غيجي أسهل من الكاس. صافي غادي نزول هاد الكاس وغادي نبقى نعمل الحفيرة غير بيدي. كنعمل يدي في شويش ديال الزيت كنعمل داك الحفيرة الوسط لأنه العجينة طرية فكتلصق في يدي. فهاد الطريقة هادي غتخليكم تخدموا بأريحية. صافي غنحاول نعمل ديك الحفيرة
حسب اللي بغيتو نتوما. اللي غادي نعمرها بالكريمة وغادي نبقى هكذا حتى نكمل الكرات ديالي كاملين. كنعمل هذاك الكريمة في البوش باش فاش نكمل الحفيرات غادي نعمر القلب ديالها. هاد البريوش هادو ممكن تعملوهم الطريقة ديال البريوش العادي مدورين، ممكن تعملوهم ميني باكيت، ممكن تعملوهم بهاد الطريقة هادي حسب نتوما الشكل اللي بغيتو. تقدروا تشكلوا فيهم يعني حسب كل وحدة شنو كتبغي تعمل لوليداتها. مرة كنبغيو نبدلو غنستمر هكذا، غنجيب البوش ونعمر ديك الحفيرات بالكريمة ديال السيترون. أنا عملت البريوش بالسيترون يعني بالحامض، نتوما عملوه باش ما بغيتو، ممكن تعوضوه بالبرتقال، تعوضوه بأي نكهة كتعجبكم أولا كتعجب وليداتكم. ممكن تخليوها غير بالشوكولا ولا شي حاجة، كيبقى حسب الرغبة. صافي هنا غادي نعمر القلب ديال لي بريوش كيف ما قلت لكم، كتعمروا الوسط ديك الحفيرة كاملة. حاولوا تخليوها بومبي شوية يعني باش ما تجيش الحشوة هابطة. وصافي غادي ندهن ديك الجنيبات بصفر البيضة مع نقيضة الحليب ونقيضة ديال الخل. الفران كيكون هنايا عندي كيسخن على 180 درجة. أنا شعلته من الفوق ومن تحت، خدمت الفرفرة اللي عندها الضوء الفران الضوء عادي تشعل غير من تحت، اللي عندها الفران ديال الكيس تشعل غير من تحت كذلك. يعني الطريقة ديال الطياب ديال البريوش وصافي. حتى كيطيبكم من تحت عاد شعلوه من فوقي. لي بريوش هذا كيبغوا الفران يكون سخون، ما كيبغيوش شي نار مهيلة باش ما كيقصاحوش، وغير كيتنفخوا داكشي ديك الساعة نقصوا شوية الحرارة. ما كيبغيوش يطيب بزاف، ما تخليوهش يتحرق من تحت اولا يتحمر بزاف من تحت. هكذا كيبقى لكم بريوش خفيف ومزيون. صافي غندهن هيدا ومن بعد غادي نزين بالحبيبات ديال البافو. كنعرفوا ان البافو كيتماشى مع المذاق ديال الليمون ومع الحلويات ديال السيترون. والجزء الثاني أنا من غير شوية السكر. إذا عندكم زنجلان بيض عملوا زنجلان بيض، كيبقى حسب الرغبة ديالكم، حسب شنو عندكم في الدار باش تزينوا. ممكن تخليوهم غير هكذا كيبقى كذلك حسب الرغبة. صافي هنايا غادي نكمل، غادي ندخل اللاطة ديالي طيب. كنعملها في الوسط كيف ما قلت لكم، شعلت من فوق ومن تحت. عملت فران فونتيلي على 180 درجة، من بعد نقصتلو 170 165 درجة. تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي غزال. صافي فاش كيطيبوا كنخرجهم كندهنهم شويه. الجزء اللي فيه غير سكر عملت له شويه د النقاش. هادوك اللي مزينين بالبافو عملت لهم غير رشيشه ديال قشور ديال الحامض ديال السيترون. صافي وقدمتهم بهاد الطريقة هادي. نتمنى يعجبوكم، كيجيو غزالين خفافين دايرين، غادي ينفعوكم بزاف في المدرسة. فما تردوش تجربوهم. لأول مرة كتدخل القناة ديالي مرحبا بها، تدخل تفعل الجرس تخلي لي تعليق كومونتير وكذلك البارطاج. وكنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. هانتوما الشكل ديالو كيجي خفيف رطب قطني ومزيون كذلك. شكرا للتتبع ديالكم، الى اللقاء.